السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. مغتربة في فرنسا اعتزلت اليوتيوب. معقول يا جماعة اعتزلت اليوتيوب؟ ايوه، اعتزلت اليوتيوب وقالت لبريستيج ان هي خلاص اعتزلت اليوتيوب، وان هي دلوقتي في خلوة مع الله. وبتقول لها كمان ان هي حاسة ان هي بعدت كتير قوي عن ربنا وعايزة تقرب من ربنا اكتر واكتر. وهي دلوقتي حياتها كلها في قراءة القرآن، وانها كمان بتروح المسجد تحضر الحلقات هناك، وانها ما بتهتم انها بتهتم باولادها وبالحيوانات بتاعتها. الصراحة الواحد اتبسط جدا جدا ان احنا اطمنا على مدام هناء، وان هي بقت قريبة من ربنا، وان هي مبسوطة كده وفرحانة، وانها بتصلي. وقصدي ان هي بتصلي اصلا، ان هي بقت تروح المسجد وتحضر حلقات هناك في القرآن والتفسير وكده. بس برضك في نفس الوقت احنا، او انا عن نفسي زعلت، واكيد كل حبايبها ومتابعينها زعلوا، ان هم يعني حبينا مدام هناء وتعودنا ان احنا كل يوم نفتح اليوتيوب نلاقي مدام هناء في وشنا موجودة معانا. بقت واحدة من قرايبنا، من اصحابنا، من اخواتنا، من عيلتنا. فتعودنا على وجود مدام هناء. الواحد صراحة يعني من غير مدام هناء على اليوتيوب الواحد حاسس ان اليوتيوب ملوش لا شكل ولا طعم ولا اي حاجة. الواحد كان بيفرح اول ما بيشوف مدام هناء. الناس بقى اللي هتخش تقول بقى ده ارتحنا منها وي 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 وي، مفيش داعي للكلام ده، لان الكلام ده عيب. يعني عيب الواحد يقول الكلام ده. احنا كلنا دلوقتي انا بتكلم مع كل حبايب مدام هناء، الناس اللي بتحب مدام هناء. احنا كلنا زعلانين وفي نفس الوقت فرحانين لها. زعلانين ان احنا مش هنشوفها زي كل يوم، وفرحانين ان هي رجعت تقرب من ربنا تاني. مدام هناء ربنا يحفظك ويجعل حياتك كلها خير. بنتمنى ليكي كل الخير والله. ربنا يجعل حياتك مليانة بالسعادة والرضا والفرح يا رب. ولو انت مصممة على الاعتزال، طيب مثلا لو تعملي حتى يوم جمعة او يوم تكوني فاضية فيه فيديو واحد طمنينا عليه ان شاء الله، حتى كل اسبوع يا مدام هناء. ولو انت مش حابة، يعني الواحد مش عارف يقول ايه. ربنا يجعل حياتك كلها خير. في اي وقت تحبي ترجعي اليوتيوب يا مدام هناء، كل حبايبك وكل جمهورك وكل متابعينك هيكونوا فرحانين جدا جدا. ربنا يبارك فيكي ويحفظك يا رب. وبنشكر برستيج انها تعبت جدا جدا على ما قدرت توصل لمدام هناء، على ما قدرت تتكلم مكالمة مع مدام هناء. وبنشكر ياسمين ان هي قالت لبرستيج. ياسمين ما ردتش على طول على برستيج، قعدت مدة كبيرة جدا جدا برستيج تتصل ومفيش حد بيرد عليها، لحد ما ياسمين ردت عليها وقالت لها انا رايحة عند ماما واتصلي بعد ساعتين. اتصلت بيها قالت لها دي ماما بتصلي، اتصلي بعد كده اتصلت مدام هناء ردت عليها وطمنتنا عليها. شكرا برستيج. ربنا يطمنا عليكي دايما يا مدام هناء. مع الف سلامه حبايبي. اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامه.